السلام عليكم، هلا والله بسيارة نيسان باترول. سيارة هي عائلية وسيارة ممتازة للبر، سيارة بتروح فيها الصحراء، سيارة فيها كل الراحة. فحبينا نشوف التفاصيل الحلقة هذه إن شاء الله بتعجبكم. قيموا السيارة من 10، تقييمكم جدا مهم للمجتمع، وما تنسونا من لايك من شير من سبسكرايب. طبعا السيارة هذه يا جماعة الخير متوفرة في معرض الأوائل في بنغازي. حسب لكم أرقام التواصل، حسب لكم العنوان في صندوق الوصف. زوروا صندوق الوصف حتلقوا فيه معلومات كثير، واحكوا لمعرض الأوائل من طرف عرب كارز، وإن شاء الله الشباب مش حيقصروا معكم أبدا. خلونا نبدأ في واجهة السيارة. كتصميم هي تصميم باترول، ولكن على اختلافات بسيطة بالنسبة لسيارة باترول اللي هي مش سوبر سفاري. هذه سوبر سفاري في اختلافات في المحرك. هذا اللي معي بتيجي 6 سلندر، والباترول العاديه بتيجي منها 8 سلندر. فاحنا من اليوم بدنا نحكي عن السوبر سفاري اللي هي تبعت الصحراء في الاساس، او تبعت الطرق الوعره، وتبعت الطرق برضو الغابات، وتبعت المناطق الصعبه خالص. السياره هذه كواجهه اماميه معبيه بالكروم زي ما احنا شايفين. طبعا فتحات الشبك واسع علشان التبريد تبع المحرك يكون ممتاز. عندك برضو حساسين 2 اماميات، وعندك الانوار كلها بتيجي انوار هالوجين. ليش بتيجي انوار هالوجين؟ وليش بتيجي انوار هالوجين باللون الاصفر؟ علشان المناطق اللي بيكون فيها ضباب كتير اللون الاصفر هو حلها، او الاناره الهالوجينيه خصوصا باللون الاصفر هو حلها. ولكن لو السياره هذه لو مصممينها لمدينه فهم حيحطوا لك انوار LED ويدلعوا لك الدنيا، ولكن هذه الانوار عمليه اكثر من LED، وفي نفس الوقت هي ضد الضباب. كمحرك فهو بيجي محرك 6 سلندر 4800، وبصمة ال 4800 سي سي على المحرك نفسه. المحرك هذا كبير جدا، بطلع قوة حصانية 280 حصان، وعزم الدوران فيه قوي بشكل كبير. يعني هم سموا السيارة فيتك، وفعلا هي بتفتك. يعني 450 نيوتن متر بيساعد انه السيارة تطلع الجبال بطريقة صحيحة، وبرضه بطريقة سهلة جدا. من هنا حبوا السيارة انه المحرك قوي، محرك كبير، محرك برضه في نفس الوقت صعب انه يعطل، محرك اعتمادي، محرك انه صعب يفصل معاك وانت في مناطق مقطوعة. فلهذا السبب هم حبوا السيارة بشكل كبير. طبعا عندك بطانة في كبوت السيارة، والكبوت السيارة برفع عن طريق المساعدات زي ما انت شايف. نيجي للسيارة من الجنب. مبدئيا بالجنوط اللي بتيجي معنا بألمنيوم باللون الفضي وباللون الأسود، مكحلة تكحيل جميل. الكفرات اللي راكبة طبعا كفرات كبيرة 17 بوصة على 275 65. فالكفر هذا صالح لجميع الفصول. الفندر ما بينه وما بين الكفر في مساحة جدا ممتازة. طبعا عندك نظام التعليق الأمامي برضو نظام تعليق مريح، وفي نفس الوقت ماس صدمات بشكل كبير علشان انت تكون مرتاح بشكل كبير برضو في المناطق الوعرة. عندك الرفرف اللي بيجي باللون الفضي مع اللون الأسود، تبادل ألوان، يعتبر تبادل ألوان ممتاز جدا. المري بتيجي بالكروم، ولكن ما عليها أي إضافات ككاميرات وخلافه. كان نفسي يركبوا كاميرات وبرضه ما عليها نقطة عمياء، وكان نفسي برضه يركبوا عليها نقطة عمياء. طبعا الأرض 4800 فيتك اللي هي بصمة المحرك، وعندك العتب لسهولة دخول السيارة والخروج منها. طبعا هاي المفتاح بيجي مفتاح عادي ما بيكون بالبصمة، المفتاح اللي هو مفتاح ريموت عادي بيكون فيه فتح واغلاق فقط. كمان موجود عندك سوبر سفاري اللي هي بصمة السيارة، ومتوفر برضو سبويلر على سقف السيارة. السبويلر هذا كشكل جمال، وفي نفس الوقت له فائدة انه يثبت السيارة على الطريق في الطرق السريعة. باترول من الخلف، طبعا من اهم الجمال الموجود على سيارات البر السبير العلاق اللي انتم شايفينه هذا. هو بصراحة شكل جميل جدا على أغلب السيارات، علامة سوبر سفاري. وعندك برضو الجلز لو حبيت تقلز مقطورة أو حاجة معاك. طبعا الكاميرا متوفرة في المكان هذا، الكاميرا بتجيب يعني أقرب مسافة للسيارة علشان ما تضرب معك. حساسات خلفية، الإنارة برضو الخلفية كلها LED بما فيهم إنارة الضباب. طبعا عندك مساحة برضو علشان تمسح القزاز الخلفي، ما في عندك أي مشكلة. تفتح الصندوق الخلفي هتفتحه على مرحلتين مش مرحلة، بحيث انه انت فتحت باب الصندوق الخلفي وعندك اغراض مخزنهم في الاتجاه اليمين، ما يوقع الاغراض منك، لا الباب يضل مقفل والطول اللي بدك اياه. كمساحه صندوقيه يعتبر مساحه صندوقيه صغيره، ولكن في نفس الوقت شركه نيسان صممت السياره هذه انه تكون عائليه ب3 صفوف مقاعد. فانت بتقدر تضب صف المقاعد الثالث تستخدم حموله، او بتقدر تفردهم تستخدمها كركاب. الموضوع في ايدك انت. في الاول وفي الاخر في عندك مساحه في جميع الاتجاهات، مساحة واسعة. كخامات داخلية بالنسبة للسيارة، خامة الباب أول حاجة فيه حلي كروم زي ما احنا شايفينه، فهو جميل. الخامات بتيجي جلود، وبرضه فيه تخشيبة يعني شكلها جدا جدا جميل.
الباب طبعا واسع جدا. هذا بالنسبة للخامات تبعت الأبواب. تعال نشوف المساحة الداخلية بالنسبة للكراسي الخلفية. كمساحة داخلية بالنسبة لسيارة باترول، المساحة الخلفية اللي هي تبعت الأطفال أنا ما بينفع إنه يعني أنحشر هناك، تمام. تكييف واصل بالمقاعد الخلفية اللي هي تبعت الأطفال، وتكييف واصل عندك بالمقاعد الخلفية اللي هي صف المقعد الثاني. كمساحات يعني مساحات تعتبر نوعا ما جيدة جدا. عندك برضو تكاية بالمنتصف، والتكاية هذه فيها حامل كوب واحد، مش ما فيها حاملات أكواب اثنين. الموضوع هذا علشان خاطر عملية تسهيل الدخول والخروج لصف المقاعد الثالث. طبعا الكراسي بتيجي جلد، وجلد جدا جميل. وعندك التحكم بالتكييف من خلال الفرار اللي انتم شايفينه. انا برضو حاجه انتم عارفينها مش حابب اذكرها. ونفق ما في عندك نفق، الارضيه جايه ممسوحه. الاناره الداخليه برضو هالوجين وباللون الاصفر، فهم خلوا السياره كلها بالانوار الهالوجينيه. كتصميم بالنسبه لباب السايق في مساحه كبيره جدا علشان يحفظ كذا شيء. وعنده برضو القزاز بيجي اوتو، ضغطه واحده بينزل القزاز. في عنده برضه سنتر لوك علشان نوافذ لو معاه اطفال يقفل على النوافذ، وفي اللي هو سنتر لوك اللي هو قفل الباب. التصميم بالنسبه للباب صراحه في تداخل الوان ممتاز. عندك اسود وبيج باسود تاني، وعندك برضه خشب، يعني تداخل الوان حلوه جدا. وعندك قطعه النيكل هذه عاطي شكل جمالي للباب. من ضمن الحاجات الحلوه التحكم بكرسي الكهربائي بالسياره، وبرضه في دعم القطنيه علشان امورك انت تكون مرتاح خالص. فالعناية بالحاجات البسيطة اللي زي هذه بتخلي سايق السيارة يسوق مسافات طويلة بدون تعب. النقطة هذه حلوة جدا في سيارات باترول كلها. جنب السيارة من ناحية اليسار التحكم بحدة الإنارة، التحكم بعلو الإنارة الخارجية، والتحكم بحدة الإنارة تبعت العدادات، والتحكم بالمري عن طريق الأزرار هذه، والتحكم بالستيرنج كأبعاد تقدر تتحكم فيه يدوي فقط، ما بيجي ايش تحكم كهربائي. الأوامر الصوتية على ناحية الآثار، وعندك مثبت السرعة المعتاد من شركة نيسان بالنسبة لسياراتها. حتى الستيرنج كتصميم في تطريز، في جلد، وفي برضو قطعة الخشب اللي انتم شايفينها هذه، يعني ستيرنج شكله جميل. كتصميم بالنسبة للطابلون طبعا الخشب اللي انتم شايفينه جاي بالمنتصف وجاي برضو بالأطراف، سواء من طرف اليمين أو من طرف اليسار. عندك سوبر سفاري بالنيكل المطفي. وعندك الشاشة هذه 8 بوصة، طبعا شاشة لمسها سريع جدا زي ما انتم شايفين، وأدائها يعتبر ممتاز جدا. عندك برضو في تخزين بسيط هنا، وعندك في تخزين بسيط هنا. التحكم بالتكييف منفصل الراكب عن السايق. وعندك زر الرباعي، عندك زر تسخين، وعندك هذا اللي هو الدفلوك، تفتح الدفلوك او بتقفله حسب الحاجه. الجير اللي هو الدبل الثقيل والدبل خفيف، والسنجل اللي هو السنجل بيكون خلفي عن طريق الجير هذا. وهذا الجير اللي هو جاي من 6 سرعات لسياره نيسان باترول سفري. طبعا في خاصيه التبترونيك لو حبيت يعني تعمل نوع من انواع الرياضه او ترجع غيار. عندك برضو الهاند بريك او بريك الفرامل اليد، بيجي اللي هو بالطريقه التقليديه خالص. وعندك هنا طفايه السجاير موجودة بالمنتصف. حاملات أكواب عدد 2، والمساحة هذه مساحة ممتازة بشكل كبير. عندك برضو هنا تراكشن كنترول، وعندك هنا زر علشان ضغط الإطارات، وهذا الزر لفصل الحساسات أو تشغيلها، اللي هو الحساسات الأمامية والخلفية. طبعا الولاعة أهي. وعندك الأزرار اللي هنا اللي هو زر الثلاجة اللي بيكون بالسيارة، وزر اللي هو التانك الثاني تبع السيارة. طبعا بالنسبة للثلاجة، ثلاجة جميلة بصراحة للسفريات، الأمور اللي زي هذه بتقدر تستخدم الثلاجة هذه. بصراحة جميلة جدا في سيارات نيسان، وثلاجة يعني الماتيريال تبعها عالي بكل صراحة. عندك الشاشة تبعت السيارة طبعا كلها أنالوج، والأنالوج يعني شاشة جميلة. طبعا من ضمن الإضافات الجميلة بالسيارة هذه فتحة سقف، فتحة سقف واسع جدا. عندك برضو بيت النظارة، والإنارة بتيجي هالوجين سواء في الداخل أو في الخارج. سيارة ما عليها تعتيم أوتو. الموضوع هذا يعني نوعا ما ممكن يكون مزعج، ولكن كجودة بالنسبة للمراية نفسها جودتها عالية. يعني الشماسة برضو ما في عليها ميري، وعند الراكب في مراية ولكن برضو ما في إنارة. كان نفسي يعني يجيبوها إنارة بالمراية الناحيتين سواء الراكب أو السائق. طبعا يا جماعة الخير بالنسبة لتكييف سيارات نيسان كلها من أولها لآخرها، سواء نيسان باترول، سواء نيسان السيارات الصغيرة الحجم أو كبيرة الحجم الأس يو فيز زي اللي معنا اليوم، كل تكييفات نيسان
ثلاجة. في ما صادفت حدا إنه بيشكي من تكييفات سيارة نيسان خصوصًا. عملت عازل بالنسبة للقزاز أو ما عملتش عازل بالنسبة للقزاز، آخرك يعني المروحة هتعملها واحد اللي هي زي هيك فقط، وفعلًا تكييف ثلاجة بمعنى الكلام، تكييف ثلاجة. طبعًا للتذكير دائمًا بذكروك إنه أنت راكب سيارة سوبر سفاري، هنا مكتوب سوبر سفاري، هنا برضه مكتوب سوبر سفاري، علامة نيسان جاي على الستيرنج، فبيحسسوك انه انت فعلا راكب سيارة جودة عالية، اللي هي سيارة نيسان، اللي هي سيارة نيسان نسخة السوبر سفاري. فالشيء هذا حلو من شركة نيسان، انه يحسسوك انه انت راكب سيارة تقدر تروح فيها كل المناطق اللي بدك اياها، يحسسوك انك انت راكب سيارة عائلية شبابية وللشياب، يحسسوك انه انت راكب سيارة واسعة، يحسسوك ان انت راكب سيارة فيها مميزات إلها اول ما لها اخر. فبصراحة نيسان سوبر سفاري سيارة محترمة يا جماعة الخير، فانا بنصح يا جماعة الخير انك انت تشتري سيارة نيسان. ليش تشتريها؟ علشان هي بتنفع للمدينة، بتنفع للصحراء، لو انت مثلا رحت مناطق في الغابة فبتنقذك السيارة. كمان المحرك تبع السيارة يعني محرك جدا قوي، محرك اعتمادي صعب جدا انه يعطل. هذا بالنسبة للسيارة. طيب بالنسبة برضو لنظام التعليق تبع السيارة يعتبر مريح، العزل تبع السيارة العزل الصوتي يعتبر عزلها جدا ممتاز، حتى ثبات السيارة في الطرق السريعة فثباتها جدا ممتاز. يعني في بعض سيارات بتخش معها راس براس، ولكن هذه أنا بفضلهم عن سيارات كتير، فلذلك أنا بنصح إنه كنتك تشتري نيسان سوبر سفاري. وممكن بنصح إنه تشتريها أكثر من الباترول العادية. ليش؟ لأنه الباترول العادية مخصصة للمدينة، ولكن السوبر سفاري لا، مخصصة للمدينة ومخصصة للبر ومخصصة للطرق اللي بدك إياها. هذه وجهة نظر، وكل واحد له وجهة نظر. أنا وجهة نظر يعني وضحتها لكم، كل واحد له وجهة نظر. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو اليوم. قيموا برضو السيارة من 10، تقييمكم مهم للمجتمع. من خلال تقييمك الناس بتقرر هي تشتري السيارة ولا لا، فانت لو قيمت السيارة حتساعد الناس، لو ما قيمتش السيارة الموضوع برجع لك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حابب برضو أحكي فيها بالنسبة للسيارة هذه يا جماعة الخير، كاستهلاك في الوقود هي بتستهلك، يعني تصنيفها سيء جدا السيارة هذه، ولكن كاستهلاك في الوقود في نفس الوقت يعتبر استهلاكها ممتاز جدا نسبة لحجمها ونسبة لفخامة السيارة ونسبة انه انت راكب سيارة جيدة جدا. يعني 7 كيلو على اللتر الواحد فيعتبر استهلاك في الوقود، ولكن نسبة للسيارة الفخمة اللي انت راكبها والمناطق اللي حتروح فيها فاستهلاك يعتبر ممتاز جدا. إضافة لهذا كله أصلا موفرين لك خزان تاني، يعني أنت حتدفع في الوقود لما تيجي تفول السيارة، ولكن برضه في نفس الوقت حتنسى وقتيش حتفول السيارة. ما تنسونا من التقييم، من لايك، من شير، من سبسكرايب. والسيارة هذه يا جماعة الخير متوفرة في معرض الأوائل في بنغازي. هسيب لكم أرقام التواصل في صندوق الوصف، حكوا له من عرب كارز. الجماعة مش هيقصروا معكم أبدا إن شاء الله. آخر شيء حابب أحكيه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله. سلامات.